بالنسبة لعمل حواجب لا يجوز للأخت المسلمة سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة أن ترقق حواجبها. أما ما يعرف الآن بهذا اللون الذي يوضع على جزء من الحاجب بحيث لا تأخذ الأخت المسلمة من شعر حاجبها شيئا، وإنما هي تغطي جانبا من حاجبها بجزء من اللون الذي يتفق مع لون البشرة فلا يظهر هذا الحاجب. أرى والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليه في ذلك ولا إثم عليه في ذلك. أما النمص وهو إزالة وترقيق الحاجب هذا هو الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله سبحانه وتعالى. وأنا أربأ بالمسلمة أن تعرض نفسها للعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إن كان الشعر بين الحاجبين فالأمر فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول بأن هذا الشعر إنما هو من شعر الحاجبين، ومنهم من يقول بأنه ليس من شعر الحاجبين، وأنا أقول بأنه ليس من شعر الحاجبين. فإن أخذت المرأة المسلمة الشعر الذي يظهر أعلى الأنف بين الحاجبين فلا إثم عليها ولا حرج. أما إن كان شعر الحاجب بالفعل والمرأة تصدق ربها سبحانه وتعالى، يعني ذكرت لي بعض الأخوات عبر الهاتف أن شعر حاجبها فاحش بالفعل، متفحش بحيث أنه ينزل على عينها فيؤذيها، والله إن كان ذلك كذلك فتأخذ على قدر الذي يعني تزيل هذا الجزء الذي يؤذي نظرها فحسب. والأمر يرجع إلى تقوى المرأة المسلمة، إلى تقواها لربها. وأرجو ألا تفهم أخت من كلامي هذا وأن تسرع وتقول بأن الشيخ أجاز أن ترقق المرأة حاجبها وأن تأخذ من حاجبها، لا. فأرجو أن تتقي المسلمة ربها سبحانه وتعالى، وضابط الأمر في هذه المسألة تقواها لربها عز وجل، وإلا فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أبدا سواء كانت منتقبة تغطي عينها أو تغطي حاجبها أو ليست منتقبة أن ترقق حاجبها أو أن تأخذ منه شيئا.